الفنان القدير سمير الإسكندراني لم يكن مجرد صاحب صوت عذب وثقافة واسعة، بل كان بطلاً حقيقياً من أبطالنا الذين عملوا في الخفاء لحماية مصر. قصته مع المخابرات المصرية والموساد الإسرائيلي في الستينيات وهو طالب في إيطاليا تجسد ذكاؤه ووطنيته وولاؤه لمصر. بدلاً من الانصياع لمحاولات تجنيده، عاد إلى وطنه وكشف كل شيء، ليتحول من هدف للتجنيد إلى أداة قوية في يد المخابرات المصرية. استخدامه كعميل مزدوج كان خطوة ذكية ومحكمة من جهاز المخابرات، وقد أثمرت عن نتائج عظيمة، من بينها الإيقاع بشبكة تجسس كاملة، ودوره المحوري في القضية الشهيرة ضد الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين. هذا الدور أكسبه بحق لقب الثعلب المصري، وهو لقب يجسد دهاءه وقدرته على المراوغة وتحقيق الأهداف الصعبة. تظل قصة سمير الإسكندراني محفورة في ذاكرة الوطن كرمز للتضحية والعمل بصمت من أجل رفعة مصر. إنه مثال للفنان الوطني الذي لم تقتصر مساهمته على إثراء الحياة الفنية، بل امتدت لتشمل حماية أمن الوطن. رحم الله الفنان والمقاتل سمير الإسكندراني، وأسكنوا فسيح جناته. تحية وتقدير لروحه الطاهرة ولجميع أبطال الظل الذين قدموا الكثير من أجل مصرنا الحبيبة.